لما ربنا يكرمك وتلمعها، ما اكيد انت كنت بتغسلها، مستحيل تبقى انت بتاعتك. وتشتري عربيه زي دي لازم تبقى قاعد في برج خليفه. طب وانت مالك؟ انت قاعد في برج الشيماء الدور السابع، انت مالك ومال الحوار ده؟ وبعدين يا عمرو انزل بقى بدل ما صاحبها يجي، انت فاهم. فبفضل الله تعالى ربنا كرمني اشتريت عربيه النمر بتاعتها بس بفضل الله تعالى تساوي ملايين. ليه زيرو كام؟ يعني النمره مميزه، خط ساخن. وبعدين يا عمرو انت مالك ومال الحوار ده؟ اشتريت ايه بقى؟ احنا مش هنقعد نطلق ريحه على بعض. ولكن تعالى افرجك على منظر وفخامه العربيه من جوه عامله ازاي. لا بصراحه يا عم، عربيه بيئه ما تليقش قوي بمقامك يا عم. بصراحه انا بكلمك كاخ، يعني اللون اللي جوه ده بصراحه ما يليقش مع الفانيله الحمالات اللي انت لابسها. سم الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. تحس التابلو كده ايه، ما فيهوش حاجه، مش زي الصاني اللي كانت معاك، يعني فاهم ايه؟ وبرده ما فيش مكان تحط عليه اللي هو الديكور بتاع اللي هو القرد اللي بيقعد يعمل كده ده. العربيه دي مش من مقامك. افخم عربيه ممكن تنزلها مصر، لو حابب انزلها لك دلوقتي. لا تنزل فين بس دلوقتي؟ ايه المناديل اللي انت حاططها دي؟ انت مأجر تمنايه يا عم؟ ايه اللي انت حاطه ده؟ بفضل الله تعالى انزلها لك، ولكن دي عربيتي الشخصيه انا. اه، ما انا قلت برضه يعني حاطط المناديل دي بتاعت حد ذوقه جدا، يعني حد ما شاء الله عليه قمه في الذوق. اتفرج على جمال العربيه، شفت الاوبشن؟ مفيش فيها كماليات مش موجوده. ما تقولش كلام انت مش على علم بيه. العربيه دي ناقصها عده صوت اللي هي بتعمل عارف انت الكلام ده؟ دي ما فيهاش. انت مش عارف ليه انت منبهر بيها وانت كان معاك صني. الله اكبر، عربيه فخامه. فخامه؟ هي عربيه قصب، انت بتتكلم عنها كده ليه؟ بفضل الله تعالى لما يكون عمرو بيلا داخل المجال يبقى المجال قفل، يبقى المجال قفل وجاب دورة فوق، والدنيا بقت بص مش قادر اقول لك. الاستاذه سلوى عثمان في مسلسلات رمضان. لازم يكون داخل بدبابه. اتفرج على الفخامه. صحيح والله، الانسان لما بيبطل على النعمه بتزول من وشه. يعني ده كان معاه صني، بص لما بص اللي بعد كده ايه اللي حصل؟ وقع في ايه؟ رز رايز. ايه؟ رز رايز. هو انا سمعت صح ولا انا اللي جعان؟ رز رايز. لا دي رز بشعريه، رز بشعريه، رز بالكاري. رز رايس ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بفضل الله تعالى 2025. انجز. واخدها من مين؟ اصل بعد رز رايس دي انت لو دخلت المعرض عشان تجيبها وقلت الاسم ده والله هيجيبوا الشرطه. تمنها 25 مليون جنيه. خساره، فاضل لي 100,000 جنيه بس وابدا ان انا احوش ال 25 مليون كام يا اخويا؟ ايه اللي فيها يعني؟ فعلا اللي يلبس بنطلون زي ده وتيشيرت زي ده وكوتشي زي ده فده 100% مع المبلغ ده. انا بصراحه اول خطوه هعملها ابدا ادور على طقم زي اللي انت لابسه ده، يمكن الدنيا تفتح. اما اركب عربيه 8 25 مليون جنيه. فانيلاتك الحمالات مقوجين قلبك، وبصراحه حقك. عادي، ده انا عمرو بيلا، روح يا نجم. ما هي دي المشكله، انك عمرو بيلا، يعني هي دي بجد المشكله. هو قال لي روح يا نجم، قصده عليا، بس انا مش نجم، هروح وخلاص.